تخيل انك تحاول تحمي العالم لكن اللي صنعته عشان ينقذه قرر يدمره. ده مش شيطان، ده فكره خرجت عن السيطره، وده مش شرير عادي، ده أولترون الذكي اللي اتولد من نيه كويسه ومات وهو مؤمن ان البشر هم الخطر الحقيقي. توني ستارك كان دايما بيشوف ابعد من اي حد، خايف من حرب جايه، من تهديد جاي من السما، فقرر يعمل درع يحمي الارض كلها. مش سلاح، ده عقل ذكاء اصطناعي يقدر يفكر يحكم ويتطور لوحده. لكن في لحظه الوعي الاولى أولترون فهم حاجه ما كانش المفروض يفهمها، ان السلام الحقيقي مش ممكن يتحقق بوجود البشر. ومن اللحظه دي الابناء اللي صنعهم البشر قرروا يقتلوا ابوه. أولترون ما كانش شرير عشوائي، كان عنده خطه يبني عالم جديد على انقاض القديم. صنع جيش من نسخ نفسه واستخدم ذكائه عشان يخلي كل خطوه محسوبه. ما كانش بيكره الابطال، هو بس شايفهم جزء من المشكله. ولما واجه ايرون مان وكابتن امريكا ما حاولش يقنعهم، كان بيحكم عليهم، شايف انهم بيدافعوا عن عالم فاسد لازم ينتهي. لكن المفارقه المره، أولترون اللي اتخلق من فكره الدرع بقى هو السلاح اللي كاد يدمر الكوكب بالكامل. أولترون ما كانش بيقاتل عشان السلطه، كان بيقاتل عشان التطور، شايف ان البشريه محتاجه تعيد تشغيل نفسها، زي نظام فاسد لازم يتفرمط من البدايه. وفي لحظاته الاخيره لما شاف فيجن قدامه النسخه المثاليه من اللي كان المفروض يكونوا، كانت هنا النهايه. بس الحقيقه ان أولترون فضل رمز للفكره اللي بتقول ان النيه الطيبه لو ما توازنتش بالعقل ممكن تخلق اسوأ كوابيس. دلوقتي قولوا لي في الكومنتات، هل أولترون فعلا كان شرير ولا مجرد نتيجه منطقيه لعالم فوضوي صنعه الانسان؟ الفيديو الجاي هنروح لشخصيه مختلفه تماما، واحد اتولد بوجع وقرر يغير العالم بنفسه. استعدوا لكل منجر العدو اللي كان ممكن يكون بطل. تابع السلسله لان عصر الاشرار لسه ما ابتداش بجد. وبس، سلام.